السلام عليكم، ازيكم شباب؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض على درس الموفينج كويل اميتر. وزي ما احنا عارفين احنا طبعا مجموعه الاسئله اللي احنا بنحلها في الفيديو دي بيكون معظمها جاي من اسئله السنين اللي فاتت، بلس شويه اسئله كده بشويه تريكات من عندنا. فرجاء خلي بالك ويا ريت تساعد على نشر الفيديو سواء كان باللايك او بالشير او سيب لنا كومنت علشان نقدر نساعد اكبر عدد من الطلبه. احنا طبعا مش عايزين منكم اي حاجه غير انكم بس تنشروا الفيديو علشان تساعد اي حد زميل ليك يكون محتاج يتفرج على الحاجات دي. مع بعض يا شباب نفتح الملزمه اون بيج 150، واللي مش معاه الملزمه يبص كويس على الفيديو، ان شاء الله الريزوليوشن هيكون كويس ويبقى قادر يقرا معايا الاسئله. Question 1 في page 150 بيقول لك when shunt is connected to the coil of galvanometer. لو انت هتوصل شنط مع الكويل اوف جالفانومتر ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك ان السنسيتيفيتي بتاعت الانسترومنت شيء طبيعي هتقل. ليه؟ لان احنا عارفين يا جماعه ان الموفينج كويل جالفانومتر بيستخدم في قياس او ميجرنج الفيري ويك كارنتس. طيب انت لما بتوصل الشنط ريزيستنس ان باراليل مع الكويل بتاع الجالفانومتر ايه اللي بيحصل؟ بتقدر تقيس الهاير كارنتس. تمام كده؟ طيب فانت لما بتقيس الهاير كارنتس فاحساسك بالكرنتات الصغيره بيقل، يعني السنسيتيفيتي بتاعتك بتقل. اوكي؟ طيب the sensitivity of instrument decreases، يبقى الاجابه ايه؟ صحيح. طيب برضو يا شباب زي ما اتعودنا دايما في الاسئله النظري لازم عيني تعدي على الاربع اختيارات بتوعي علشان اتاكد ان اللي انا مختارها دي فعلا هي الاجابه الصح. بي بيقول لك there is no effect on sensitivity، طبعا ده كلام خاطئ. C the sensitivity of the instrument increases، طبعا ده كلام مش صح. there is no correct answer، يلا يا عم اجري من هنا. Number 2 the shunt resistance is determined using the formula. بتحسب الار شنت ايه القانون بتاع الار شنت؟ الار شنت كانت ايكوال اي جي في ار جي على الاي بتاعت الاميتر اعلى كرنت ماينس الاي جي اللي هي الاجابه ايه. طيب نمبر 3 ذا كوفن ريزيستنس اوف ذا اميتر. طبعا احنا عارفين ان الاميتر ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من جالفانومتر واحنا موصلين معاه ان باراليل سمول ريزيستنس ان شنت. سمول ريزيستنس ان باراليل كولد الشنت ريزيستنس. تمام كده؟ يعني الار جي والار اس متوصلين مع بعض ان باراليل عشان يعملوا لي حاجه كبيره كده اسمها الاميتر. يبقى الاميتر ده عباره عن تو ريزيستورز كونكتد ان باراليل. الايكويفالنت بتاعهم في الباراليل يتحسب ازاي؟ الايكويفالنت بتاعهم في الباراليل بيتحسب بالطريقه دي ار اس في ار جي على ار اس بلس ار جي اللي هي الاجابه سي. طيب في question 4 بيقول لي when a shunt resistance is connected to a galvanometer. عندك shunt resistance متوصله في galvanometer so the total resistance of the device شيء طبيعي هيحصل لها ايه؟ هتقل. ليه؟ لان انت موصل ريزستنايه in parallel، فكده الار توتال هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها decrease. Number 5 the ratio between the shunt resistance RS to R ammeter. زي ما احنا عارفين ان الار بتاعت الاميتر بتتحسب ازاي؟ RS في RG على ار اس بلس ار جي. يعني الار اميتر هي الايكوفالنت بتاعت الشنت، الار شنت والار جالفانومتر. وطبعا احنا عارفين في الباراليل الغرض من الباراليل كونكشن ايه اللي احنا كنا واخدينه في تشابتر 1؟ ان احنا نحصل على ار توتال اصغر من اصغر ار. يبقى اذا لازم تبقى عارف كويس قوي ان الار اميتر دايما هتبقى اصغر من اصغر ار، اصغر من الشنت ريزيستنس اللي هي اصلا فيري سمول ريزيستنس. اوكي؟ ليه؟ لان هي الايكوفالنت بتاع الشنت والجالفانومتر. فالار ايه على طول يا جماعه خدوها قاعده كده اصغر من اصغر ار، يعني الار ايه على طول اصغر من الار شنت. طيب يعني لو جه قال لك الريشيو بتوين ار شنت والاميتر ريزيستنس الريشيو بتاعتهم ايه؟ الريشيو بتاعتهم هتبقى مور ذان 1 لان الار شنت اصلا اكبر من الار بتاعت الاميتر. طيب if the total resistance of an ammeter is R, the resistance of the shunt inside it هيبقى greater than ال R. بصوا كده يعني احنا ممكن نكتب مع بعض ان ال RG هي اكبر R، صح؟ مين اللي وراها؟ ال RS. مين اللي وراهم؟
الار اميتر. يبقى هما بالترتيب كده من الكبير للصغير، ار جي ار اس ار اميتر. الار اميتر اصغر واحده فيهم. 7 when the shunt resistance decreases the ammeter sensitivity. ايه اللي هيحصل للاميتر sensitivity لو الشنط قلت؟ لو الشنط قلت يبقى الرينج بتاع الاميتر هيزيد. يعني احنا عارفين القانون RS equal IG RG على I اميتر ماينس الاي جي. طبعا لو الشنطة قلت الاي اميتر هتزيد، لو الاي اميتر هتزيد يبقى السنسيتيفيتي هتقل، لان انت الحاجة اللي بتقيسها كل ما بتزيد كل ما السنسيتيفيتي بتاعتك بتقل. طيب the shunt resistance that is connected with the coil of galvanometer to convert it to ammeter. يعني الشنط اللي انت هتوصلها مع الكويل عشان تحوله الاميتر leads to، وسايب يعني هو مش سائل في حاجه محدده، يبقى انت من الاختيارات هتقدر تعرف ايه هو بيدور على ايه. طيب decrease the sensitivity of the device only، يبقى انت توصيل الشنت ريزيستنس هيقلل السنسيتيفيتي اونلي، وهيقلل السنسيتيفيتي بس كلمه اونلي دي تخليني اقلق او تخليني اكمل قرايه بقيه الاجابات. طيب ولا increase the sensitivity؟ طبعا هي مش increase السنسيتيفيتي، increase لا مش increase sensitivity خالص. طب دي decrease السنسيتيفيتي and increase الرينج. increase الرينج، يبقى increase الرينج ادق من only، يبقى هي مش قصه only بقى، يبقى احنا بندور على الادق، الاجابه الادق اللي هي مين؟ دي. نمبر 9 to decrease the sensitivity of ammeter، عايز تقلل sensitivity الاميتر the ratio between الكرنت بتاع الجالفانومتر to the total current. طبعا انت عارف ان الاميتر الكرنت بتاعه بيكون كبير، والكرنت ده بيتقسم جزء بيخش على الجالفانومتر والباقي هيخش على مين؟ على الشنت ريزيستنس. طيب فالجزء اللي بيخش على الجالفانومتر ده هو الجزء الصغير. ليه؟ لان الار شنت بتكون قليله فبتسحب الجزء الاكبر من الكرنت عشان تحمي الجالفانومتر من الهاي كرنتس. فتبقى الريشيو بين الكرنت اوف جالفانومتر تو ذا توتال كرنت، كرنت الجالفانومتر اكيد less than 1. في question 10 بيقول لي the resistance of an ammeter الرينج بتاعه كام؟ 2 امبير is R. طيب الشنت resistance is RS required to make its range، يعني الاي الجديده بتاعته بكام؟ 6 امبير is. بيسأل على الشنت resistance يبقى نكتب القانون بتاعها ال RS equal الاي جي ار جي على الاي اميتر ماينس الاي جي. طيب انا عندي الاي جي، طب مستر بس هو ما قالش ان في هنا جالفانومتر. طب ما انا هقول لك على حاجه، خلينا نتفق على اتفاق. كان معاك اميتر صغير وانت عايز تحوله لاميتر كبير، خلاص اتعامل مع الاميتر الصغير على انه ايه؟ على انه جالفانومتر علشان تسهل على نفسك. طيب فانت كان معاك اميتر صغير وهتحوله لاميتر كبير، الاي جي بكام؟ ب 2 تايمز الار جي على 6 ماينس ال 2، فهتطلع كده 2 على 4 في ار جي، يعني هتطلع بهاف ار جي اللي هي بكام؟ اللي هي بار، اللي هي الاجابه رقم سي. طيب 11 the resistance of the coil of galvanometer is R. عندك الريزيستنس بتاعت الجالفانومتر is R. So the shunt resistance when the sensitivity of galvanometer decrease to quarter. طبعا احنا عارفين يا جماعه ان لو السنسيتيفيتي قلت للربع اعرف ان الرينج بتاعك زاد 4 تايمز. يعني احنا كنا برضو اتفقنا مع بعض في الحصه ان السنسيتيفيتي لو قلت للربع، يعني سنسيتيفيتي الاميتر بقت ربع السنسيتيفيتي بتاعت الجالفانومتر، اعرف ان الاي بتاع الاميتر ايكوال 4 في الاي جي، وهي دي اللي هتستخدمها في التعويض. هتعوض ازاي؟ انت عايز تحسب الار اس صح؟ عاوز يحسب الريزيستنس از ار، سو ذا شنت ريزيستنس بيسأل على الشنت ريزيستنس، يبقى الار شنت ايكوال اي جي في ار جي
اوفر اي اميتر اللي هي بكام؟ 4 اي جي ماينس الاي جي، فتبقى 4 اي جي ماينس اي جي بكام؟ ب 3 اي جي. طيب 3 اي جي هنا اي جي هتطلع بكام؟ اي جي في ار جي على 3 اي جي تك تك هتطلع بكام؟ بار اوفر 3. معايا يا شباب؟ يلا في كويشن 12. في كويشن 12 يقول لي هنا جالفانومتر اوف كويل ار ريزيستنس، الريزيستنس بتاعته ار والشنت ريزيستنس which makes sensitivity decrease to 1/3. يبقى السنسيتيفيتي بتاعتك هتقل لكام؟ 1/3. يبقى لو الاس اميتر طبعا هي القليله 1/3 الاس جالفانومتر. طيب لو الاس اميتر ايكوال 1/3 الاس جالفانومتر يبقى كده الاي اميتر ايكوال 3 اي جي، ودي التعويضه اللي انت هتعوض بيها. عايز تحسب الار اس تبقى الار اس ايكوال اي جي في ار جي على اي اميتر اللي هي بكام؟ ب 3 اي جي ماينس الاي جي، فهتطلع كام؟ هتطلع اي جي ار جي على 2 اي جي، طبعا بتطير في الاخر الاي جي مع الاي جي، تطلع معاك بكام؟ بار اوفر 2 اللي هي ار جي اوفر 2 اللي هي كام؟ ار على 2 اللي هي الاجابه رقم بي. طيب 13 نفس الفكره بالظبط، بس المره دي راح مدي لك الفاليو بتاعت مين؟ الفاليو بتاعت الار جي. بيقول لك ان الريزيستنس، عاوز يحسب ريزيستنس الشنط اللي هتقلل السنسيتيفيتي تو كام؟ تو 1/5. يبقى برضه نفس القصه، السنسيتيفيتي هتقل 1/5 يبقى الرينج هيزيد 5 تايمز، تبقى الاي اميتر ايكوال 5 الاي جي، وبعدين هتكتب القانون بتاع الار شنط ايكوال اي جي في الار جي على 5 اي جي ماينس الاي جي. يبقى الفكره بتاعت السنسيتيفيتي، لو السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز قلت انت بتاخد الرقم تقلبه وتضربه في مين؟ في الاي جي، علشان يقول لك الاي اميتر بكذا، وبعدين تشيل الاي اميتر وتعوض بيها بالقيمه بتاعت الاي جي. 5 اي جي ماينس اي جي بكام؟ ب 4 اي جي. 4 اي جي وفي فوق اي جي هيروحوا مع بعض تبقى ار جي على 4، يعني الاي جيات اصلا هتروح مع بعضها، ففي الاخر هتطلع ار جي على 4. يعني كام؟ 60 على 4 هتطلع ب 15. طيب بيقول لي from the previous questions the resistance of the ammeter equal. احنا خلاص عرفنا ان الار شنط بكام؟ ب 15 ومعاك الار جي بكام؟ 60. فانت عاوز تعرف دلوقتي الريزيستنس بتاعت الاميتر. طيب كلام جميل. ريزيستنس الاميتر هتتحسب ازاي يا جماعه؟ الار اميتر ايكوال ار اس في ار جي على ار اس بلس ار جي. فالار اس عندك ب 15، احنا خلاص جبناها في الجزء اللي قبل، تايمز الار جي اللي هي ب 60 على 15 بلس 60 هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب 12 اوم. دي الاجابه. طيب 15 question 15 بيقول لي the moving coil galvanometer has resistance of 45 اوم. يبقى انت معاك كده الار جي 45 when the galvanometer is connected to a shunt resistance. يبقى انت جيت وصلت الجالفانومتر ده مع شنت ريزيستنس. بيقول لك الانتنستي بتاعت الكرنت اللي هيعدي في الجالفانومتر اصبح كام؟ 0.1 من توتال كرنت. يعني الجمله دي ترجمتها يا جماعه، يعني الجمله دي ترجمتها ان الكرنت اللي بيعدي في الجالفانومتر اصبح يكوال 0.1 من الكرنت اللي ماشي في السيركت اللي هو الاي اميتر. طيب انا ما بحبش اشتغلها كده، انا بحب اقلب، يعني هتعدي 0.1 دي الناحيه الثانيه، هتبقى الاي اميتر ايكوال 1 على 0.1 في الاي جي. 1 على 0.1 لو جيت تعملها على الكالكوليتر هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب 10. يبقى الاي اميتر ايكوال 10 اي جي. ودي الصوره اللي انا بحب اعوض بيها او احب استخدمها. عادي انت تستخدم اللي انت عايزه، ما عنديش اي مشكله، المهم الاجابه بتاعتك تطلع صح. انا بحب اشتغل كده عشان احب اشوف قدامي ارقام كبيره عشان اعرف اتعامل فيها في البلس والماينس، لكن ما بحبش اشتغل بالايه؟ بالديسيمالز. طالما قدامي ارقام كبيره الاحسن اشتغل بيها. عايز تحسب الار شنط تاني،
الار شنت ايكوال ايه؟ الاي جي في الار جي على اي اميتر اللي هي بكام؟ اي اميتر اللي هي ب 10 اي جي ماينس الاي جي، تبقى اي جي في الار جي على 9 اي جي. طبعا الاي جي هتروح مع الاي جي فهتطلع بكام؟ ار جي على 9، يعني 45 اوفر 9 هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب 5 اومز. مع بعض معايا يا شباب في كويشن 16 بيقول لي هنا سنسيتيف جالفانومتر الريزيستنس بتاعته دي كده الار جي 6 اوم، ومعاك ريدز اب تو كام؟ 0.5 امبير. دي كده الاي جي ان اميتر شنت ريزيستنس ار اس to convert it to a meter. يبقى انت عايز تحول الجلفانومتر ده لاميتر، والاوبزيت جراف represent relation between currents الاميتر والcurrents when connected in series to a closed electrical circuit and the current intensity Ig through the galvanometer. So the value of shunt resistance Rs which is connected with the coil of galvanometer equals. عاوز يحسب الار شنت. والله الموضوع بمنتهى البساطه يا جماعه، انا لما بشوف الجراف قدامي عليه ارقام بيسهل لي حاجات كتير جدا جدا فوق ما تتخيل. يعني انت عايز تحسب الار شنت، انا كطالب على الله حكايتي تكتب القانون بتاعها ار اس ايكوال اي جي في ار جي على اي اميتر ماينس الاي جي. طيب فانت معاك شويه فاليوز فوق صح؟ معاك الار جي بكام؟ 6. معاك الاي جي بكام؟ ب 0.5. طب الاي جي دي تحت موجوده هنا اهي على الجراف، ودي حاجه حلوه جدا. اطلع فوق يا عم وشوف الاي اميتر اللي معاها بكام؟ ب 2. يبقى عوض لي هنا ب 2 ماينس الاي جي بتاعتها بكام؟ 0.5 بس، ولا اي حاجه. هتحط الارقام دي على الكالكوليتر وتشوف الريزلت بتاعك هيطلع بكام. غالبا هيطلع ب 2 اومز. اللي هي دي بص كده هتبقى 0.5 تايمز 6 اللي هي ب 3 على 2 ماينس 0.5 اللي هي 1.5 هتطلع بكام؟ ب 2 اوم زي ما قلنا. اوكي. An emitter reads up to Ig and has a resistance of 0.1 ohm. The required shunt resistance to increase the reading 10 times. عايز تخلي الريدنج تزيد 10 مرات، يبقى الاي اميتر بكام دلوقتي؟ يبقى الاي اميتر ايكوال 10 اي جي، واصلا هو كان عنده الار جي بكام؟ 0.1 اوم، وعاوز يحسب الشنت ريزيستنس صح؟ طيب ذا ريكوايرد شنت هتتجاب ازاي؟ برضه نفس القانون زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، هي نفس الفكره. يعني دي الفكره الفشيخه بتاعت الجزء ده والله العظيم. يقول لك السنسيتيفيتي زادت السنسيتيفيتي قلت، دي كده يعني تعتبر كانت التركه لمدار 10 سنين في الجزء ده، اللي هو الناس كلها ايه ده؟ ايه يا ساتر؟ ايه الخضه دي؟ ايه السؤال ده؟ هتبقى الار شنت ايكوال ايه؟ زمان حفظناها لحد ما زهقنا. ار جي في الاي جي على الاي اميتر اللي هي 10 اي جي ماينس اي جي. طيب الاي جي بكام؟ مش معايا الار جي. الار جي بكام؟ الار جي ب 0.1 فالاي جي على 9 اي جي، فكده الاي جي بتروح مع الاي جي 0.1 اوفر 9 هتطلع معاك بكام؟ 0.1 اوفر 9 هتطلع معاك ب 0.01. بيطلع معاك وانات كتير كده بس عادي، انت هتاخد الاجابه رقم بي. 18 بيقول لي a shunt resistance connected in parallel to galvanometer decreasing its sensitivity 1/10. shunt resistance connected in parallel
to galvanometer decreasing its sensitivity to كام؟ to 1/10. يعني عاوز يحسب الشنت ريزيستنس اللي هتقلل السنسيتيفيتي 1/10. يعني الاي هتبقى كام؟ الاي هتبقى 10 اي جي. بتقلب على طول الرقم طالما السنسيتيفيتي قلت، يبقى انت بتقلب الرقم ده هنا بتقول لي 1/10، تبقى الاي اميتر ايكوال كام؟ 10 اي جي. زين المرة دي بقى مش بيسأل على الشنت ريزيستنس، المرة دي بيسأل على الريليشن ما بين الاي اميتر والاي جي اهي. فانت عندك الاي اميتر ايكوال 10 اي جي. شكرا، الاجابة رقم بي. يعني هو كده حب يجدد، قال يعني هو كده صعب وانا ما عرفتوش. يعني هو جاب لي اول خطوة اللي هو من غير ما تبتدي حل اصلا. طيب in the previous question الار جي هتبقى ايكوال. طب يعني انت مطلوب منك انك تكمل بقى بقية السؤال. احنا اتفقنا ان الار اس ايكوال ايه؟ الار اس ايكوال الاي جي في الار جي على اي اميتر اللي هي كانت ب 10 اي جي ماينس اي جي، فهتبقى اي جي في الار جي على 9 اي جي. اي جي هتروح مع اي جي هتطلع معاك بكام؟ ار اوفر 9. تبقى الار اس بكام؟ ار جي على 9. يبقى الار جي بكام؟ تبقى الار جي ايكوال 9 في الار اس. طيب 20 the ratio between the current passes through the coil of galvanometer its resistance is 10 ohms. عايز الريشيو ما بين الكرنت اللي هيعدي في الجالفانومتر اللي هو الاي جي اللي الريزيستنس بتاعته انت كده معاك الار جي to the current will be measured لما او على الكرنت اللي هيتقاس when a 0.1 اوم معاك الار اس ب 0.1 اوم is connected in series. يبقى هو كده عاوز الريشيو بين مين ومين؟ ده هو كده عايز الريشيو بين كرنت الجالفانومتر الاي جي على الكرنت اللي هو will be measured اللي هو الاي اميتر. طيب كان ايه القانون اللي بيربط اصلا الاثنين ببعض؟ زي ما احنا عارفين يا جماعه، احنا كنا قلنا في قانون يربطهم ببعض اللي هما الكرنت ديفايدر. لو تفتكر كده في الكرنت ديفايدر كنت بتقول لي ايه؟ الاي جي ايكوال اي اميتر تايمز الار اس على ار اس بلس الار جي. فده كان القانون بتاع مين؟ ده كان القانون بتاع الاي جي. تمام. فهو بيقول لك انا عايز الاي جي على الاي اميتر. تبقى الاي جي على الاي اميتر ايكوال ايه؟ ايكوال الار اس على ار اس بلس ار جي. اوكي. الار اس بكام؟ ب 0.1 على 0.1 بلس 10 وتحطها لي على الكالكوليتر هتطلع معاك بالفراكشن 1 اوفر 100 اند كام؟ 1 اللي هي الاجابه رقم بي. طيب question 21. في question 21 بيقول a galvanometer its coil resistance is Rg and the current of Ig causes full scale deflection. كلام جميل. when a shunt of value R is used استخدمت shunt resistance ب R it measures a current up to 4 Ig. طيب ما تيجي نشوف الار دي كده ايكوال ايه قبل ما نكمل حل. تعال نشوف الار دي كده ايكوال ايه. تبقى الار اللي هي بتاعت الشنط دي ايكوال اي جي ار جي على الاي اميتر اللي هي بكام؟ اللي هي 4 اي جي ماينس الاي جي. فهتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك بار جي على 3. تبقى دي كده قيمة الشنط الأولانية الار اس 1 اللي انت استخدمتها. طب if shunt resistor is replaced by another of
3 ار، يعني بعد كده راح جاي شايلها، حط بدلها مين؟ حط بدلها ار اس 2 بكام؟ ب 3 ار. اوكي؟ طيب لو الار اس 2 ب 3 ار، تعالى نعوض كده ب 3 ار اس 1. طيب هنشيل الار اس 1 ونحط مكانها الفاليو بتاعتها، هتبقى 3 في ار جي على 3، تبقى الار اس 2. انا عملت ايه يا جماعه؟ هو دلوقتي بيقول لي حط شنط ريزيستنس جديده اللي هي الار اس 2 ايكوال 3 ار. 3 ار دي اللي هي الار اس الاولانيه، تبقى الار اس 2 ايكوال 3 ار اس الاولانيه. تمام كده؟ طيب فتبقى الار اس 2 ايكوال 3 ار اس 1. هتشيل لي ار اس 1 وتحط الفاليو بتاعتها اللي هي ار جي على 3، فكده ال 3 راحت مع ال 3، يعني من الاخر الار اس 2 ايكوال برضو الار جي. So the maximum current can be measured equals، عايز يجيب بقى الاي ماكس اللي هو الاي اميتر. يلا نعوض، تبقى الار اس 2 ايكوال اي جي في ار جي على اي اميتر ماينس الاي جي. فهتشيل ار اس 2 مع الار جي، ار اس 2 مع الار جي. اوكي؟ وبعد كده هتاخد دول في براكت تعديهم هنا، اتفضل عندك 1، فهتاخد دول تطلعهم فوق، فبقت كده الاي اميتر ماينس الاي جي ايكوال الاي جي. هتعدي الاي جي الناحيه الثانيه بالبلس، فهتبقى الاي اميتر ايكوال ايه؟ 2 اي جي، اللي هي الاجابه رقم دي. طيب 22 بيقول لي a galvanometer of resistance RG measures. 22 يا جماعه خلي بالكم من 22 قوي. 22 دي المساله اللي جات لهم السنه اللي فاتت في الامتحان. معاك galvanometer resistance بتاعته RG when او measures maximum current of IG when shunt resistance of R1 is connected to its coil. السنسيتيفيتي حصل لها ايه؟ بقت 3 اوفر 4. طب مش دي يا جماعه شبه المساله اللي فاتت بالظبط، بس باختلاف هنا ايه؟ السنسيتيفيتي هنا بيتكلم على السنسيتيفيتي، فانت بتشقلب الرقم وتقول لي يبقى الاي اميتر ايكوال كذا في الاي جي وتعوض بيه، وبعد كده هتطلع قيمه الار 1، بعد كده هتروح تجيب قيمه الار 2. تمام كده؟ وهنا هيطلب منك ايه؟ تعملهم ريشيو. يعني دي اسهل من السؤال اللي كان عندي، بس هو نفس الفكره، هي نفس الفكره بالظبط، نفس الستيب بتاعت الحل. تعال نبص على ار 1. يلا، تبقى الار 1 ايكوال ايه؟ الار 1 هتبقى ايكوال اي جي في الار جي على الاي اميتر ماينس الاي جي. الاي اميتر بقى بكام؟ هو بيقول لك انا قللت السنسيتيفيتي الى 3 اوفر 4، يبقى كده الاي اميتر اصبح 4 على 3 اي جي ماينس الاي جي. طيب 4 على 3 ماينس اي جي بكام؟ 4 على 3 ماينس 1 هتطلع بكام؟ ب 1 على 3. فدي هتبقى اي جي ار جي، وهنا كام؟ 1 على 3. 4 على 3 ماينس 3 على 3 تطلع بكام؟ 1 على 3 اي جي. فكده الاي جي هتروح مع الاي جي والتلاتة هتطلع فوق، تبقى الار 1 بكام؟ ب 3 ار جي. طيب بعد كده when the shunt is replaced by another R2 السنسيتيفيتي قلت الى 3 over 8، يبقى ال R2 بكام؟ عايز تحسب بقى ال R2 اي جي في ار جي على الاي اميتر. هتشيل اي اميتر وتكتب مكانها 8 over 3، لان زي ما احنا عارفين ان الاي عكس السنسيتيفيتي، فالسنسيتيفيتي قلت 3 على 8، يبقى الاي اميتر زاد بقى 8 على 3 ماينس اي جي.
طيب 8 على 3 ماينس اي جي دي يعني 3 على 3 اي جي، يعني هتطلع معاك بكام؟ ب 5 على 3 اي جي، ده الجزء اللي تحت هيبقى بالشكل ده، اي جي في ار جي على تحت هيبقى كام؟ 5 اوفر 3 اي جي. فالاي جي هتروح مع مين؟ هتروح مع الاي جي، والتلاتة تحت اللي تحت يطلع فوق، فهتبقى ايكوال 3 على 5 ار جي. مين دي؟ الار 2. طيب هو عاوز ايه؟ هو عاوز الار 1 على الار 2. سهلة ومش مستاهلة. هتبقى الار 1 على الار 2 ايكوال 3 ار جي اوفر 3 اوفر 5 ار جي. فكده الار جي راحت مع الار جي، تحت اللي تحت يطلع فوق. 5 تايمز 3 بكام؟ ب 15. 15 اوفر 3 هتطلع ب 5. تبقى R1 على R2 هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب 5، اللي هي الإجابة رقم دي. بس وبكده يا شباب نكون وصلنا مع بعض لنهاية السيشن بتاع حل أسئلة درس الموفينج كويل أميتر، ونرجو يا رب إن احنا نكون أفدناكم على قد ما قدرنا. وخلي بالك من حاجة، إن ده كان جزء من الأفكار اللي هو الخاص بأسئلة التشوز. في جزء تاني موجود عندي احنا بنحله مع بعض في الحصة، اللي هو أسئلة البروبلمز. يا ريت يا ريت يا ريت تخلي بالكم منها. يا ريت يا ريت يا ريت بعد القرار بتاع 15% أسئلة نظري، انتوا شفتوا ان احنا كده هيجي لنا 4 أسئلة نظري في امتحان آخر السنة، كل سؤال عليه درجتين. يا ريت تهتم بالأسئلة النظري شوية، ويا ريت تهتم بالبروبلمز ما تطنشهاش. واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة الجاية، وهذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.